عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا قال: من نظر إلى ذي عاهة أو من قد مثل به أو صاحب بلاء فليقل سرا في نفسه من غير أن يسمعه: الحمد لله الذي عافني. زين، إذا نشرت هذه المشاهد المؤلمة، قلنا مثل حوادث مؤلمة، وأكو بعض الناس تنشر هذه الحوادث المؤلمة اللي هي مو من الصحيح أن تنشر. إنسان مدعوم، إنسان مسوى عملية، إنسان كله مثلا كذا، إنسان في حالة يرثى لها، إنسان ميت وأنا والله مات فلان هاكم شوفوه، وينشر ويشهر به. هذا مو صحيح. هو لو منتبه ما يرضى بها، وإذا هو الناشرها من باب بعد فالمصيبة أعظم. يقول الإمام الصادق: من نظر إلى ذي عاهة أو من قد مثل به أو صاحب بلاء فليقل سرا في نفسه من غير أن يسمعه: الحمد لله الذي عافاني.